بعد أكتر من 500 فندق، دي الدروس اللي اتعلمتها واللي كلفتني فلوس كتيرة جدا. كل مكان في العالم ليه حكاية، لكن أحيانا الحكاية بتبدأ من الفندق اللي اخترته. وبعد الإقامة في أكتر من 500 فندق اكتشفت إن الفرق ما بين رحلة عادية ورحلة ممتازة بيبدأ من قرارات صغيرة جدا. لو الفندق بيوفر إلغاء مجاني، احجز أكتر من فندق، ما تستعجلش في اختيار واحد من أول مرة. أوقات كتير بحجز في أكتر من منطقة، ولما أوصل وأفهم المدينة وأعرف أنسب مكان لرحلتي أحتفظ بأفضل حجز وألغي الباقي. ودايما حاول تراجع السعر مرة تانية قبل السفر. أسعار الفنادق بتتغير باستمرار، ومفيش ضمان إن السعر اللي حجزت بيه هو الأفضل. ممكن تلاقي نفس الغرفة بسعر أقل بعد كام يوم. ولما تلاقي الفندق المناسب، ما توقفش عند موقع الحجز، ادخل على الموقع الرسمي للفندق نفسه. ساعات هتلاقي فطار مجاني أو ترقية للغرفة، أو حتى مزايا مش موجودة على موقع الحجز نفسه. ومن أهم الدروس اللي اتعلمتها، ادفع مقابل الموقع قبل الفخامة. ممكن أوضة صغيرة في أفضل حي تكون أحسن بكتير من جناح فاخر بعيد عن كل حاجة. اسأل نفسك، هل أقدر أمشي بالليل؟ هل في مطاعم وكافيهات قريبة؟ هل أقدر أشتري احتياجاتي بسهولة؟ دي التفاصيل اللي بتخلي الرحلة مريحة. وقبل ما تدفع زيادة على الغرفة، اسأل نفسك سؤال واحد: هل أنت رايح المدينة ولا رايح الفندق؟ لأنك لو هتقضي يومك كله في الشوارع والمعالم، يبقى بلاش تدفع مبلغ كبير عشان إطلالة هتشوفها دقايق. لكن لو الفندق نفسه جزء من التجربة، وقتها الإطلالة والبلكونة بتكون شيء يستحق جدا. وبرضه ما تدفعش للفطار إلا لو يستاهل فعلا. في مدن كتير الكافيهات والمخابز المحلية هتقدم لك تجربة أجمل وأوفر من بوفيه الفندق، لكن في المنتجعات ممكن يكون الإفطار جزء أساسي من التجربة. ولو عايز تعرف الحقيقة عن أي فندق، ابدأ دايما بالتقييمات السيئة. تقييمات ال5 نجوم بتقولك المميزات، ودي سهل جدا أي حد يجيبها. لكن تقييمات النجمتين وال3 نجوم هي اللي هتكشف لك العيوب الحقيقية. هل التكييف مزعج؟ هل الغرف عازلة للصوت؟ هل النظافة كويسة؟ وبالمناسبة، النظافة خط أحمر. أنا ممكن أتسامح مع ديكور قديم، لكن مستحيل أتسامح مع حمام غير نظيف أو ملايات مشكوك فيها أو حتى ريحة مش كويسة. ولو رحلتك طويلة، افتكر إن وجود خدمة الغسيل أو المغسلة القريبة مهم جدا، لأنها هتوفر عليك إنك تشيل شنط كتيرة وتخلي سفرك أخف وأسهل. وآخر حاجة قبل ما تحجز، افتح الخريطة وشوف إيه اللي حوالين الفندق في دقيقتين مشي: سوبر ماركت، صيدلية، كافيه، محطة مترو. الحاجات دي هتستخدمها كل يوم أكتر بكتير من اللوب اللي شكله فخم أو مدخله جميل. وما تخليش انستجرام يختار الفندق بدالك، لأن الصور الحلوة ممكن تخدعك، لكن الموقع المناسب والخدمة والنظافة هما اللي هيخلوا رحلتك تستحق. في غاوي ترافل احنا مش بنسافر علشان نعدي على أماكن جديدة وبس، احنا بنسافر علشان نفهمها ونعيشها ونحكي قصتها، لأن كل مكان له حكاية. ودمتم مسافرين، سلام.